لوجيتك عندها ماوس جبار اسمه الام اكس ماستر 3 اس. الماوس ده فيه مميزات خياليه بس في المقابل برضه سعره خيالي. طب ايه رايك بقى لو قلت لك ان في ماوس تاني سعره تقريبا تلت سعر الماوس ده، بل ممكن يكون سعر اقل كمان، وفي مميزات كتير من مميزات الام اكس الماستر 3 اس. فخلينا نتكلم شويه عن الماوس ده. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. وقبل ما نخش كده في التفاصيل، لو انت اول مره تشوفني فانا محمد الخياط. راجعت اكتر من 150 جهاز موبايل على اللابتوب على اكسسوارز ليهم، فاعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس علشان تتابع الفيديوهات الجديده، وكمان اعمل لايك للفيديو ده علشان بيساعد جدا. دلوقتي بقى خلينا نتكلم عن الماوس اللي معانا النهارده، وهو اللوجيتك سيجنتشر M650. وده ماوس بيجي ما بين الفئه السعريه المتوسطه الى الاقتصاديه، بيجي في حته كده في النص. والماوس ده موجه بشكل اساسي للاعمال المكتبيه، فهدفه هنا ان هو يقدم مستوى راحه عالي وعمر بطاريه طويل، وكمان مميزات تسهل عليك شغلك. ويمكن عشان كده الماوس ده فيه مميزات عاده مش بنشوفها في ماوسات تاني، حتى في فئات سعريه اعلى من كده بكتير. الماوس ده متوفر منه حجمين، الحجم الصغير هو اللي معايا في الفيديو ده، والحجم التاني اكبر منه للناس اللي ايديها كبيره، واللي كان المفروض ان انا اجيبه من الاول عشان انا ايدي كبيره على الماوس ده. عاوز اقول لك كمان ان الماوس ده متوفر منه نسخه للايد اليمين ونسخه تاني للايد الشمال، بتكون الازرار بتاعتها معكوسه، او زرار الباكورد والفورورد بيبقوا الناحيه الثانيه. ولكن الصراحه انا مش متاكد اذا كانت النسخه دي متوفره في مصر ولا لا. ولكن الشاهد هنا من الموضوع ده ان الماوس ده متوفر منه احجام مختلفه للايد اليمين او الشمال، فبالتالي مهما كان تفضيلك هتلاقي الماوس المناسب ليك. لو بصيت على علبه الماوس مش هتلاقي فيها حاجات كتير، مجرد الماوس نفسه والحجر اللي بيجي جواه، وكمان البولت ريسيفر الصغير اللي بيكون ليه مكان جوه الماوس. الماوس لما تطلعه من العلبه اول مره انطباعك عنه هيبقى ان هو متصنع من خامات محترمه ونظيفه، وشكلها باين عليه ده فعلا. البلاستيك نفسه تحس كده ان هو نظيف، والتصميم شيك ومريح وكمان سيمتري. لو ركزت بقى على الجوانب اللي في الماوس فهتلاقي انها جايه من ماده الربر او المطاط، والماده دي عليها نقشه كده زي الموجات، بالاضافه لنقشه نقط كده صغيره جنب بعض عشان توفر لك جريب او ماسكه محكمه جدا وما تلاقيش الماوس بيتزحلق من ايدك. وعندك في الماوس هنا 5 ازرار، عندك الكليك يمين والكليك شمال المعتادين، وعندك الزرار اللي تحت البكره او السكرول ويل، وعندك زرارين كمان على الجنب بتوع الباكورد والفورورد. ومن تحت مش هتلاقي غير زرارين، واحد منهم بتقفل وتشغل الماوس منه، والتاني الزرار اللي بيفعل البيرنج مود علشان توصل الماوس بالبلوتوث. وبالمناسبه الجهاز ده تقدر توصلها على الكمبيوتر من خلال طريقتين مختلفتين، الطريقه الاولى هي البلوتوث، والطريقه الثانيه من خلال البولت ريسيفر الصغير اللي بيجي معاه. ولكن للاسف الماوس ده مش بيدعم الاتصال على جهازين في نفس الوقت، زي ما الميزه دي موجوده في ماوسات كتير من الماوسات بتاعه لوجيتك. لكن معلش ثانيه واحده، خلينا نرجع مره تاني للازرار بتاعه الماوس علشان فيها حوار مختلف شويه. الازرار دي او الماوس ده ماوس سايلنت، او بمعنى اصح الازرار بتاعته مش بتطلع صوت لما تيجي تدوس عليها. هي في الحقيقه بتطلع صوت ولكن صوتها بسيط جدا، فاسمعوا مقارنه كده ما بينها وما بين اصوات الكليكات العاديه بتاعه الماوسات التانيه. بعض الناس وعلى اولهم انا كنت فاكر ان الازرار دي تجربتها مش هتبقى حلوه وان انا مش هتعود عليها. اول ساعه وانا بستخدم الماوس كان الموضوع بالنسبه لي خنيق شويه، لكن وانس ان انا اتعودت عليها، لما رجعت للماوس الثاني الام اكس ماستر ال2 اس اللي معايا، حسيت ان لا، الازرار اللي في الماوس ده كانت مناسبه ليا اكتر. لكن الغريب ان موضوع الازرار السايلنت ده موجود في الكليك يمين والكليك شمال بتوع الماوس، ولكن مش موجود في الباكورد والفورورد، الازرار اللي موجوده على الجناب. هو صوتهم الصراحه مش عالي قوي، ولكن لا يزال صوتهم اعلى شويه من الازرار المعتاده اللي موجوده في الماوس. نيجي بقى للسكرول ويل او البكره اللي موجوده في الماوس، علشان دي فيها حوار كده لوحدها. البكره دي لوجيتك مسمياها السمارت ويل، وده ببساطه لان البكره دي لما بتلفها كالمعتاد زي بكره اي ماوس، بتلاقي فيها زي تكات كده بسيطه بتحصل كل ما تلفها، الاحساس المعتاد اللي بتلاقيه في بكره اي ماوس. ولكن المميز في البكره دي ان انت لو جبت اي ماوس عادي ولفيت البكره بقوه، مجرد ما صباعك بيسيب البكره بتقف في لحظتها، لكن البكره دي بتفضل مكمله معاك تلف، علشان لو انت في صفحه طويله جدا
جدا وتعمل سكرول عشان توصل لاخرها تلاقي نفسك وصلت لاخرها بسهوله. والموضوع ده بيحاول يقلد ميزه السمارت شيفت اللي موجوده في الماوسات الاعلى بتاعه لوجيتك زي اللي كانت موجوده في الام اكس الاني وير 3 اللي انا عملت له فيديو قبل كده، هتلاقيه موجود في الديسكربشن وفي الاي اللي فوق. خليني اقول لك ان مش البقره بس هي اللي هتبسطك في تجربه الماوس، لان اللي هتتبسط منه اكتر هو سوفت وير لوجيتك اوبشنز او البرنامج بتاع لوجيتك على الكمبيوتر الاوبشنز بلس، اللي من خلاله بتقدر تخصص كل زرار موجود في الماوس، بل ان كمان ان انت تقدر تخصص كل زرار يعمل وظيفه معينه وانت فاتح برنامج معين، والوظيفه دي تتغير على نفس الزرار لما تغير ما بين برنامج والتاني. في كمان ميزه صحيحه جدا عاملاها لوجيتك في الماوس هنا، وهي ان انت تقدر تعمل سكرول بالعرض، وده من خلال ان انت بتحدد لما تدوس على زرار الباكورد او الفورورد او حتى الاثنين وتعمل سكرول بالبقره، هتلاقي ان الماوس بيعمل سكرول بالعرض مش بالطول. الموضوع ده هيفيد الناس اللي بتشتغل مثلا في شيتات اكسل كبيره ومحتاجه تعمل سكرول بالعرض، او الناس اللي زي حالاتي اللي بيعملوا مونتاج فمحتاجين يعملوا سكرول بالعرض على التايم لاين بتاع الفيديو. والاجمل كمان في التطبيق بتاع لوجيتك اوبشنز بلس اللي موجود على الكمبيوتر ان هو في ميزه جديده اسمها الاي اي برومبت بيلدر. هتقول لي الاي اي دخل في الماوسات كمان؟ هقول لك دخل، ولكن المره دي بطريقه ذكيه جدا. الميزه دي بتخليك ان انت تقدر من خلال اي زرار موجود في الماوس انت بتحدده من خلال التطبيق ان انت تفتح الاي اي برومبت بيلدر عشان يساعدك في كذا حاجه ممكن تعملها من خلاله. ممكن يساعدك ان انت تعيد كتابه شيء معين بطريقه افضل، او حتى ان انت تلخص مقاله طويله موجوده على الانترنت وممكن حتى يترجمها، او انك تكتب ايميل بصيغه معينه وتعدل في الطريقه بتاعته. حوار كبير ممكن اشرحه في فيديو لوحده، ولكن الفكره هنا ان لوجيتك عامله الميزه دي في الابلكيشن بتاعها وفاتحه الميزه على ماوس بالسعر ده. ولو فاكر بقى ان المميزات دي كلها ممكن تاثر على عمر البطاريه بتاعه الماوس ده، فاحب اقول لك لا اطلاقا. البطاريه اللي موجوده في الماوس دي هو حجر عادي مقاس AA اللي بتلاقيه عند اي سوبر ماركت او بقال، والحجر ده هيقعد معاك لحد 20 شهر استخدام لو الماوس بتستخدمه من خلال البلوتوث، ولحد 24 شهر لو بتستخدم الماوس من خلال البولت ريسيفر. وده هياخدنا بقى لخلاصه تجربه الماوس ده، ولكن في الاول خليني اقول لك سعره. الماوس ده سعره العالمي $40، يعني تقريبا 2000 جنيه، ولكن بيتباع هنا في مصر ب 1900 جنيه وهو اقل من سعره العالمي، فتسعيره في مصر هنا يعتبر تسعير كويس جدا. واجمالا الماوس هنا بيقدم قيمه كويسه مقابل سعره، ولكن الصراحه انا كنت طمعان في ميزتين زياده يبقوا موجودين في الماوس. الميزه الاولى هو ان كان يبقى فيه زرار زياده عند السكرول ويل عشان اقدر اخصصه واعمل بيه اي حاجه انا عاوزها. والحاجه الثانيه اللي كنت اتمنى انها تكون موجوده في الماوس هنا ان هو كان يبقى ينفع يتصل بشكل طبيعي على اكتر من جهاز، زي ما في ماوسات ثانيه من لوجيتك ممكن تعمل لها اتصال على جهازين او حتى 3 اجهزه في نفس الوقت وبتبدل ما بينهم من خلال زرار موجود في الماوس. فانا كنت اتمنى الميزه دي تكون موجوده برضو مع الماوس ده. وبخلاف ده كله، بما انك مشتري ماوس من لوجيتك فانت بتاخد عليه ضمان 2 استبدال ضد عيوب الصناعه طالما انت مشتريه من موزع معتمد. وبس كده، دي كانت كل حاجه عن اللوجيتك السيجنتشر الام 650. لو عندك اي سؤال بخصوص الماوس ده او اي ماوس تاني او اي موبايل او لابتوب اكتبه في التعليقات عشان انا برد على كل الاسئله، ورجع للفيديوهات القديمه وتاكد بنفسك. وبس كده، كان معاكم محمد الخياط، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب جدا. سلام.